الفيلم ديالنا اليوم كيبدا مع اندرو طالب في معهد الموسيقى، وغيكون وحده كيضرب على لاباطري، وغيدخل عليه هذا الشخص واللي سميتو ترامس. وهاد ترامس الموسيقار ديال الفرقه الاساسيه في هذا المعهد، واللي كتعتبر اهم فرقه كاينه في امريكا. وغيسولو ترامس على سميتو، وغيقول ليه سميتي اندرو، انا طالب في السنه الاولى. وغيقول ليه ترامس انا محتاج اشخاص في الفرقه ديالي، وبغيت نشوف الاداء ديالك باش ناخذك معايا. وغيبدا اندرو يضرب في لاباطري، ولكن ترامس ما عجبوش وخلاه ومشى. ومن بعد غيمشي اندرو للسينما. اندرو كان معجب بهاد البنت اللي سميتها نيكول، وغيجلس مع بواه وغيقول ليه باللي ترامس شافو وهو كيضرب على لاباطري وما عجبوش الاداء ديالو، وغيقول ليه بواه باللي ما تقلقش راك يلاه بادي. وفي اليوم الثاني غيمشي للمعهد، وغيكون كيعزف مع الفرقه ديال المبتدئين ديال المعهد. وغيلاحظ باللي ترامس كان مخبي ورا الباب كيتصنت عليهم، وهو غادي غيمشي يشوف الفرقه اللي كيعطيها ترامس الدروس، وغيركز مع الدرامر ديال الفرقه ديالهم. وغيلاحظ باللي خونا سريع عليه بزاف، وترامس غيحس بيه وغيشوفه. ومن غيمشي اندرو غيبدا يتدرب باش يسرع شويه من راسه. وفي اليوم الموالي غيكون كيتدرب مع الفرقه، وغيدخل عليهم ترامس وغيدير لهم امتحان بالزربه باش يختار شي وحدين فيهم، ولكن الوحيد اللي اختاروه هو اندرو. ومن بعد غيمشي اندرو لعند نيكول البنت اللي خدامه في السينما، وغيقول لها باللي هو كيبغيها. في الاول رفضاته، ولكن في الاخر قالت لي باللي كنضحك معاك وقبلت تخرج معاه. وفي اليوم الموالي غيمشي الاول تدريب ليه مع الفرقه ديال ترامس، وغيكون الدرامر الاحتياطي لطالر الدرامر الاساسي ديال الفرقه. وغيدخل ترامس وغيقول لهم عزفوا مقطوعه ويبلاش، ولكن غيوقفهم غيقول لهم باللي واحد منكم خارج على الايقاع، وغيختبرهم كاملين باش يعرف شكون اللي خارج على الايقاع. وغيسول ترامس هذا الشخص واش كتعزف مقاد ولا لا، وغيرد عليه ويقول لي انا كنعزف غلط، وغيجري عليه من الفرقه. ومن بعد غيقول لهم باللي هاد خونا ماشي هو اللي خارج على الايقاع، وباللي اريكسو هو اللي خارج عليه، وقال لهم طردوه حيت هو قال انه هو اللي خارج على الايقاع. وهذا التصرف اللي دار راه خيب من اللي خارج على الايقاع براسو. ومن بعد غيعطيهم استراحه فيها قسمين، وغيبدا اندرو يراجع المقطوعه مزيان. وغيجي ترامس وغيقول ليه باللي بلا ما تقلق، حنا جينا هنا غير باش نفوجوا وننشطوا، وهنا غنعرفوا النشاط عند ترامس ديال بصح كيفاش داير. وغيبدا اندرو يعزف، وغيكون ترامس فرحان بيه في الاول. ومن بعد غيقول ليه باللي كاينه مشكله، وغيقول ليه عاود ضرب حيت الضرب ديالو ما غاديش مع الايقاع، وغيخليه يعاود شي 8 المرات. وهنا غيصيفط ليه ترامس كرسي على شوي كان يضربو، وغيجي عنده ترامس وغيطلب منه يقول 1 2 3 على الايقاع الصحيح، ولكن غيغلط وغيضربو بالقلم. وهنا اندرو غيبدا يدمع وغيقول ليه ترامس سير وتدرب على الايقاع. وغيمشي وغيبدا يتدرب فوق القياس لدرجه ان ايدو غيخرج من الدم. ومن بعد غيمشي عند نيكول ياكل البيتزا، وفي الاول كان كيبان مدمر، ومن بعد غيدوي على معهد الشيف للموسيقى، وباللي هو بغى يولي طبال مشهور بزاف. وفي اليوم الموالي غيكون في مسابقه الجاز ديال الموسيقى، وهنا الفرقه ديال ترامس غتكون مشاركه فيها. واندرو كان احتياطي لطالر، ولكن طالر ما كانش حافظ المقطوعه ديال وير بلاش بلا نوطه، يقول ليه باللي هو حافظها ويقدر يعزفها بلا نوطه. وغيبدا اندرو يعزفها وغيعزفها بشكل ناضي بزاف، وغيربح مع شيفل بالمركز الاول. وفي اليوم الموالي غيخلي ترامس اندرو هو الدرامر الاول ديال الفرقه، وطالر هو الاحتياطي ليه. ومن بعد غيعرض عم اندرو عليه هو وباه، وغيبدا عمو يفوج عليه وغيقول ليه باللي عنده ولده خدام في الولايات المتحده الامريكيه، وولده الاخر لاعب ديال كره القدم مهم. واندرو غيقول لهم باللي راه كيلعب في التروازيام سيري، وغيسولوه واش بغيتي تولي ملي تكبر، وغيقول ليه بغيت نولي بحال تشارلي باركر. وغيبدا مطلع عليه وغيخليهم اندرو وغيمشي. ومن بعد ترامس غيلاقي بين اندرو وفراين، وهاد فراين كان معاه في الفرقه القديمه. وغيبدا اندرو يضرب، ولكن ترامس ما عجبوش الضريب ديالو، وغيبدا فراين يضرب وكان الضريب ديالو بحال الزفت، ولكن ترامس قال لي ناضي باللي اندرو العزف ديالو عيان. ومن بعد غيجي اتصال لترامس وغيخليهم وغيمشي للمكتب، وغيجي عنده اندرو وغيبدا يغوت عليه حيت وصلوا خبر ديال الموت ديال الطالب ديالو قديم. واندرو غيتقلق وغيمشي، وغيتلاقى اندرو مع نيكول وغيقول لها باللي ما يقدرش يكمل معاها حيت بغى يخصص كل وقته للموسيقى، وقريب باللي اكيد هذا الشيء ما غيعجبكش وغتمشي وتخليه. ومن بعد غيمشي للمعهد، وفي هذا الاثناء ترامس غيدير لهم اختبار 3 بيوم، وكان باغي يوصل للسرعه اللي بغا، ولكن حتى واحد ما غيعرف يوصل للسرعه اللي باغي. غيخرج الفرقه كامله وغيخليهم غير هما 3 وحدهم باش يتعلموا يوصلوا للسرعه اللي باغي، واللي غيقدر يوصل للسرعه في الاخر هو اندرو. وفي اليوم الموالي غتكون عندهم حفله، وغيقول لهم جو بكري، ولكن اندرو ملي كان غادي في طوبيس البنوه ديالو غتفريع، وغيمشي لاقرب بلاصه اللي كيكرو فيها الطوموبيلات، وغيوصل للحفله بالطوموبيل، ولكن غينسى العصايات اللي كيخدم بهم. وغيقول ليه باللي هانيه غناخذ العصايات من عند طالر ولا راين، ولكن ترامس قال لي عندك 5 دقائق، لما جبتيش العصايات ديالك ما تجيش الحفله. وغياخذ اندرو الطوموبيله، ولكن غتوقع ليه كسيده، ولكن هذا الشيء ما غيمنعوش انه يمشي يجيب العصايات ويحضر الحفله. وفعلا غيحضر الحفله وهو كامل مضروب، وغيبدا يخدم على الدرامر، ولكن كان عيان بزاف. وغيوقف ترامس الفرقه، وغيقول ترامس لاندرو باللي خاصو يوقف، وطلب السماحه من الجمهور، وغيهجم عليه اندرو وكان باغي يضربو وغيحيدوه من فوقه. ومن بعد غيكون بات اندرو بغى يرفع قضيه ضد ترامس. وفي الاول
كان اندرو رافض، ولكن بواه قال لي غير رفعوا القضيه، وتا المحققه قالت ليه رفعها باش ما يتعاودش هادشي لشي واحد اخر، وغيوافق اندرو وغيرفع قضيه د ترامبس وغيكسب اندرو القضيه. وفي الليل اندرو غيجمع الماتريال ديالو وغيخشي في المجر وغيمشي يخدم في مطعم. وفي الليل اندرو غيكون كيتمشى في الشارع وغيعرف باللي ترامبس خدام في بار صغير بعد ما خرج من المعهد بسبب القضيه اللي رفعها عليه اندرو. وغيدخل وغيبان ليه كيعزف وغيسالي ترامبس العزف ديالو وغيبان ليه اندرو وغيعيط عليه وغيقول ليه بلي اسمح لي، وغيزيد يقول ليه بلي الدرامرز اللي عندي في الفرقه عيان وبيدك تكون في بلاصتو. فغيوافق اندرو وغيعيط لنيكول وغيقول لها بلي هو بغى يرجعو كيف ما كانوا وبغى يعرض عليها الحفله، ولكن هي غتقول ليه بلي هي بغات تشوف الصديق ديالها الاول وهلي ترد عليه. وغيمشي اندرو للحفله وترامبس غيقول لهم بلي الحفله غتكون نقله كبيره ليكم لا اديتو فيها مزيان. وغيمشي ترامبس لعند اندرو وغيقول ليه بلي انا عارف بلي انت اللي رفعتي عليا القضيه، وغيمشي وخليه وغيقول للجمهور بلي غنعزف لكم واحد المقطوعه، وهاد المقطوعه ماشي هي اللي كان موجد لها اندرو. وهنا غنعرفوا بلي ترامبس كان غير بغى ينتقم من اندرو، وغتبدا الفرقه تعزف واندرو ما كانش عارف ما يدير، وغيبدا يضرب بواحد الطريقه خايبه وغيخلي الحفله وغيمشي لعند بواه، ولكن غيرجع وغيبدا يضرب غير وحده، وهذا الشيء اللي غيخلي اللي معاه يبداو يضربوا، والفرقه كامله غتمشي مع الايقاع اللي دير اندرو. ولكن ترامبس غيفرح بزاف باندرو وغيبدا يتحكم مره اخرى في الفرقه، وغيديروا مقطوعه زوينه بزاف وغتعجب الجمهور، وغيسالي الفيلم بمشهد زوين بزاف. لا عجبك الملخص ما تنساش دير لايك وتشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات. يلا تهلاو.